مشاهدينا الكرام، مساء الخير. لا يستطيع أن يقاوم عدم عبور بنجاح وإنصاف يوحد ولا أخرى إن احنا بإذن الله. أما عن سؤالك، الحقيقة بعد ثورة يناير العظيمة وأنا بتكلم عن ملاحظاتي مقام اطمئنان وبيدي راحة للمواطنين، لا سيما إن كنت بتناول خبر البلمنة بنسرع بإعطاء الحقيقة للشعب، لأن ده حق الشعب علينا. حضرتك شايف انه في الفترة الأخيرة يا فندم حصل تطور في الإعلام الرسمي ولو بدرجة بسيطة يعني عن قبل ثورة يناير؟ هل يعني عايزة أقول إيه، إن ثورة يناير هل كان لها أيادي بيضاء على الإعلام الرسمي؟ لا شك، لأن لما الثورة دي قامت هناك وسائل إعلام كثيرة غطت بنهج وبشكل يختلف كثير عن الإعلام الرسمي. كان من الضروري ان احنا نتزامن معهم ونكون منافسين ليهم ونستعيد ثقة المواطن لينا، وده اللي احنا بنسعى اليه بجدية بأمانة مطلقة من قبل حتى ما اجي لهذا المنصب، لان شهادتي وانا في هذا المنصب ممكن تكون شهادة يعني الى حد ما مجروحة. لا، انا لاحظت ان الاعلام بيتحسن كثيرا، بتدوا الحقيقة كما هي، مش بتبالغوا فيها، مش بتهونوا منها، بتحاولوا تكونوا موقوتين في الخبر اللي بتدوه، ما بتتخلفوش عن الحدث، بتجتهدوا وبتجتهدوا بصدق وبتدوا الرأي والرأي الآخر بمنتهى الشفافية وبمنتهى الموضوعية. ما بقولش إن احنا وصلنا لدرجة الكمال، بس أنا بؤكد إن اللي أنا بشاهده هناك إعلام بنجتهد إنه يكون بشكل جديد يتفق مع روح العصر. طب يا فندم، ايه النقط السلبية اللي حضرتك شايف ان انت عايز يعني تعمل عليها في الوقت القادم؟ يعني حضرتك اشرت لنقاط ايجابيه وده شيء يعني كويس طبعا ورائع ومحمود. طيب في المقابل ايه النقط السلبيه اللي حضرتك شايف ان هي لابد انك تضعها في اعتبارك وتعالجها في الفتره الجايه؟ ما زال ناس كتيرة وانا بلاحظها كتير من مكاني الحقيقة منتظرة تعليمات. ايوه. انا بعتبر دي اخطر شيء في مجال الاعلام. لا ننتظر تعليمات. كل اللي بيعملوا في مواقع قيادية اعلامية محترفين، واكاد اقول ان هم محترفين اكتر مني انا شخصيا. هم مش منتظرين، انا متحمل مسؤولية العاملين بجميعهم بكل تخصصاتهم بتنوعهم بكاملهم، ولكن ما ينتظرش التعليمات. لديه المبادئة، لديه الإحساس بالمسؤولية، لديه الخبرة، لديه الوطنية، لديه الحس القومي، ينطلق. يعني ما حضرتك بتدي يتخلفش عن الخبر. للقيادات الخط طبعا الاخضر ان هي ممكن تتصرف دون الرجوع لحضرتك؟ أسوأ شيء هو أن يكون في أي مؤسسة مهما كانت إعلامية أو غيرها أنها تفتقد للنظام أو تفتقد للسيستم. أتمنى أن ربنا يوفقني وأن أنا أحط سيستم عمل يخلي الناس دايما في مكانها قادرة على أنها تبادر بالتغطية الإعلامية الصحيحة الموضوعية الصادقة الحيادية اللي موثقة واللي الشعب في حاجة إليها. يمكن ده يساعدنا على استعادة بعض الثقة اللي فقدت في الأيام اللي مضت. طيب يا فندم، يعني الحقيقة رغم ان الجميع بيتفق على اهميه منصب وزير الاعلام، الا انه يعني علت الاصوات ايضا في الفتره الاخيره بضروره الغاء وزاره الاعلام، يعني رغم اهميتها. وايضا بيروا ان الحقيقه ان المساله لا تكمن في وزاره او مؤسسه او هيئه، ولكن المساله مرتبطه بالسياسات والضوابط الحاكمه لمسيره الاعلام بصفه عامه. فحضرتك شايف يعني ان الغاء وزاره الاعلام ده بيصب في صالح منظومه الاعلام ككل؟ لان احنا الحقيقه بنسمع كتير عن الغاء وزاره الاعلام، الغاء وزاره الاعلام، وهل حضرتك جاي علشان تلغي وزاره الاعلام ولا؟ انا ما حدش كلفني لما كلفت بهذه الوزاره تحملت هذا التكليف وقبلته باعتبارها مسؤوليه وطنيه في هذه المرحله الحرجه. ما عنديش اي سبب اخر لقبول الوزاره كده، انما لم اكلف بالعمل على الغاء وزاره الاعلام، ولكن ان طلب مني ان انا اقول رايي في هذا، نعم ممكن الغاء وزاره الاعلام، ولكن مش بالشكل اللي شفناه من عده اسابيع او من عده شهور. انا اسف ان على غفله تشكل حكومه واول قرار ليها الغاء وزاره الاعلام. الموضوع خطورته في ايه؟ وحله ايضا هقوله لك.
لما انا الغي وزاره الاعلام لازم اضع في اعتباري بعض النقط. يعني على سبيل المثال هناك اتفاقيات دوليه وهناك بروتوكولات مع دول. لما الغي الوزاره لازم اكون محدد الكيان البديل اللي هيتولى هذه الاتفاقيات مع الدول. لما الغي الوزاره لازم اقول مين اللي هيتحمل مسؤوليه اداره عمل مكاتبنا الاعلاميه خارج مصر في الدول العربيه او الافريقيه او الاجنبيه. لازم اقول مين اللي هيتحمل مسؤوليه الاشراف على هيئه الاستعلامات ب 100 مكتب او ب 100 مركز من مراكز الاعلام ومن مراكز النيل. لازم اقول الاجهزه اللي في وزاره الاعلام حاليا زي جهاز المطبوعات، زي معهد الاعلاميين الافارقه، زي المخصصات او اللي نقول عليها التكليفات الاشرافيه لوزاره الاعلام على اتحاد الاذاعه والتلفزيون، مين اللي هيبقى معني بيها. لو انا وجدت هذه الكيانات البديله اللي ممكن تتولى هذه المهام وهذه المسؤوليات بما فيها المسؤوليه الماليه والاشرافيه، لا توجد مشكله في الغاء وزاره الاعلام، ولكن يجب ان احنا نقترب اليها تدريجيا مش بشكل مفاجئ نلغي وزاره الاعلام. نحط الكيان البديل، نحدد مسؤولياته ومهامه واختصاصاته وصلاحياته وينطلق، لان هناك امكانيه لوجود جهاز بديل بالتاكيد، ولكن بعد ما نحدد التبعيه بتاعه الاجهزه الحاليه اللي تتبع وزاره الاعلام سواء اتحاد الاذاعه والتلفزيون او الشركات او هيئه الاستعلامات، نحدد مين اللي هيبقى الاب الشرعي لهذه الكيانات. تمام يا فندم. طب بالنسبه لاهم الملفات والتحديات ايضا المطروحه على مكتب حضرتك. الملفات عديده الحقيقه، وبالتالي انا مضطر ان انا احط لها اسبقيات. انا بعتقد ان الملف بتاع العاملين وتسويه المواقف المعلقه الخاصه بهم سواء كانت ماليه او وظيفيه من اهم الملفات اللي انا معني بيها. في ملف خاص بمدينه الانتاج، في ملف خاص بالهياكل، اعاده ترتيب الهيكل الاداري ككل، في ملفات خاصه ببعض القيادات. احنا عايزين يعني يبقى في دم جديد ونحاول ان احنا بقدر الامكان نشرك الشباب. الحقيقه الملفات عديده ومتشابكه، ويعني ربنا يقدرنا ونقدر ننهي واحد ورا الثاني في اسرع وقت ممكن، لان الفتره وجيزه جدا. ربنا يقدر حضرتك طبعا، لان فعلا هي ملفات صعبه. وخليني ابتدي مع حضرتك بالملف الاولاني اللي حضرتك اشرت اليه، وهو ملف العاملين. ده ملف الحقيقه بيهم كل العاملين في يعني مبنى ماسبيرو، لانه من خلال اهتمام حضرتك بهذه الكوادر البشريه هو ده اللي هيدي الدفعه للاعلام الرسمي في المرحله اللي جايه. حضرتك بتفكر فيهم ازاي، وايه اللي شايله لهم، وازاي ننظم مساله العدد الكبير يعني؟ هو العدد الكبير ما هوش عيب وما هوش شيء مقلق. هو صحيح بأمانة مطلقة هو عبء مالي ضخم، عبء مالي ما حدش يقدر يتصوره، ولكن دي طاقة بشرية أنا شخصيا بحترمها وبقول لها جدا. طاقة خلاقة ومبدعة وفيهم ناس حرفيين، والحقيقة بتقول يعني هم على ايديهم اتعمل اعلام خاص في كثير من القنوات الفضائيه بخبراتهم وبعلمهم وبتفانيهم في عملهم. هم يستحقوا مننا ان احنا نفكر في كل همومهم وفي كل مشاكلهم، ولعل اهم هذه المشاكل ان يكون هناك عدل. عدل في كل شيء، عدل في المهام اللي بتحدد ليهم، عدل في الاجور، عدل في الوظائف، عدل في العائد اللي بيحصلوا عليه، عدل في تكليفهم باعمال البعض الاخر شايف انها يمكن تكون مش مناسبه لوجهه نظره، فبيعمل شيء من الغصه بين العاملين. فالحقيقه العاملين مشاكلهم عديده وكثيره، وانا الحقيقه فاتح مكتبي للكثيرين منهم وبقابلهم وبستمع اليهم، بالرغم ان انا اعلم اللي هم هيتكلموا فيه من قبل ما يجوا لي، ولكن لازم استمع اليهم. فربنا يقدرني واقدر بالتدريج اقدر احل هذه المشكلات، لان انا على يقين ومؤمن تماما ان اقوى شيء في هذا المبنى على غير ما يتوقعه البعض الطاقه البشريه اللي فيه. يعني انا مش حزين اطلاقا ولا قلقان من وجود هذا الكم. ربنا يقدرنا ونقدر نوظفه ونستغله بالشكل المناسب، سواء في كيانات قائمه حاليا او في كيانات اخرى نقدر ننشئها مستقبلا في حاله توفر موارد ماليه. طب يا فندم، يعني طبعا مسؤوليه الاعلام بصفه عامه في مصر ده يعني مهمه وطنيه وقوميه، لكن كمان مهمه صعبه جدا. مين معاونيك، مين مساعدينك، مين مستشاريك اللي ممكن
حضرتك ما تقدرش تقوم بالمهمه دي كلها لوحدك، يعني مين بتستند اليه او ان هو ممكن يساعدك في هذه المهمه؟ اهل المكان، اهل ماسبيرو مليانين خبرات. انا اساسا بعتمد عليهم بدرجه مباشره. ممكن قوي مذيع اخد خبرته في جزئيه معينه ويفيدني، ممكن معيد اخد خبرته في جزئيه ويفيدني، مخرج اسمع منه كلام ويفيدني. عندنا غير كده قاعده عريضه داخل المجتمع المصري من العلماء الافاضل اللي انا الحقيقه ما بتاخرش، بل بالعكس بسعى دائما ان انا اسمع رايهم في بعض الموضوعات، سواء في الجامعات او في كليات الاعلام او في الخبراء او حتى الفنانين نفسهم. ممكن استفيد منهم في قضايا خاصه بالدراما، سواء مخرجين او ممثلين او الى اخره. يعني الحمد حضرتك لله مصر منفتح. ذاخره، مصر والحقيقه انا على اتصال بالجميع. تمام. انما ما عنديش مشكله في حصول على المشوره الطيبه والصادقه، ومصر مليئه باهل هذه المشوره. تمام. إذا انتقلنا لنقطة أخرى خاصة أيضا بالتمويل لمؤسسات الإعلام، سواء الإعلام الرسمي أو الإعلام الخاص. يعني الأستاذ محمد حسنين هيكل الكاتب الكبير بيقول مفيش إعلام لوجه الله، وبيقول إن الإعلام الرسمي بيواجه أزمة طبعا نتيجة التمويل، مفيش فلوس. أما بالنسبة للإعلام الخاص فهو مليء بالأجندات وبتدفق أموال واستثمارات غير بريئة تماما من تحقيق مصالح وأهداف لهذه المؤسسات. حضرتك شايف أو كيف تنظر لهذا الملف بصفة خاصة؟ أنا بتفق تماما مع الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل في اللي قاله. والحقيقة بس بضيف حتة، يعني نعم هناك أجندات خاصة، ممكن تكون أجندات سياسية، ممكن تكون اقتصادية، ممكن تكون دينية لبعض القنوات الخاصة، لها أهدافها ولها مصالحها. ونعم الإعلام الرسمي زي ما تفضل وقال في أزمة، وربنا هيقدرنا إن شاء الله بجهد الناس اللي في ماسبيرو إن احنا نتجاوز هذه الأزمة. وأنا على ثقة وعندي تفاؤل كبير إن احنا هنتجاوزها بالتكاتف مع بعض. إنما الأجندات اللي المفروض إنها موجودة في بعض وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مرئية، نعم هناك بعض الأجندات وهناك بعض الحسابات الخاصة وبعض المصالح الخاصة، وأحيانا بتكون تجارية وإعلانية بالدرجة الأولى، وأحيانا أخرى سياسية أو دينية. طيب حضرتك لما يعني حضرتك بتتفرج على الإعلام الخاص يعني الفضائيات، هو طبعا أكيد حضرتك بتتابع التلفزيون الرسمي، لكن هل حضرتك بتتابع بعرف إيه اللي تم فيه من خلال بعض الأوراق اللي بتجيلي. أحيانا ممكن أتفرج، إنما الحقيقة أنا معني بالدرجة الأولى بإن أنا أبص على حاجتي، لأن الوقت صعب يعني، والوقت مش متاح إن أنا أشوف كل شيء. ممكن أعمل قفزات سريعة لبعض وسائل الإعلام، ولكن أنا آسف مش بتركيز كبير. يمكن أنا بركز قوي في المرحلة الحالية على القنوات الإقليمية، يعني مش بقول الأولى ولا الثانية ولا نيل الأخبار، على القنوات الإقليمية بركز جدا على محطات الإذاعة حسب الوقت المتاح لي، فأعطي أسبقيات. اللي هو متصور انه مش مرئي انا معاه اكتر من اللي هو معروف ان هو مرئي. طب يا فندم، لو حصل ان انت شاهدت شيء يعني استهجنته او حسيت انه مش مهني او مش مفروض انه هو يظهر على الشاشه او مش مفروض يقال، او ليس هذه هي الطريقه الصحيحه لتناول هذا الموضوع، هل بترفع على طول السماعه مثلا وتكلم يعني مثلا المذيع بتاع البرنامج او المخرج او كده، او حضرتك بتتصرف ازاي لو شفت حاجه مش عاجباك؟ بقول رايي فيها، بس مش بشكل مباشر وفوري. مش حاربك ابدا شاشه شغاله، عمرها ما هتحصل مني. وارد ان يكون هناك اخطاء في تناول الموضوعات، وارد ان يكون هناك بعض المبالغه، وارد ان انا اتفرج على مذيع يمكن بلاحظها كتير في بعض القنوات الخاصه انه بيتبنى وجهه نظر معينه وبيمشي معاها على طول الخط. بتحصل بعض التجاوزات زي كده، انما فيما يخص قنواتنا احنا اللي احنا مسؤولين عنها بشكل مباشر، لما بتحصل بعض هذه التجاوزات باخد وبدي مع المسؤول، ولكن فيما بعد مش بشكل مباشر. تمام. نرجع يعني مره ثانيه لموضوع التمويل. المعروف انه يعني من اهم مصادر التمويل هو الاعلانات. ازاي حضرتك تحط في فكرك مساله ان احنا نرجع الاعلانات مره ثانيه للتلفزيون الرسمي علشان
يكون مصدر من مصادر التمويل. وهل بالفعل حضرتك بتشوف انه السباق او التنافس على تورته الاعلانات هو ده السبب الاساسي في مساله الاثاره اللي بتلجا اليها بعض القنوات حتى تجذب اليها اكبر عدد ممكن من الاعلانات والمعلنين؟ خليني اقول لك الاول الحقيقه ان نتردد في بعض الاوقات ان بعض الناس قالت ان هناك وكالات اعلانيه او شركات خاصه بالاعلانات بتحارب التلفزيون المصري. انا الحقيقه لا اثق في هذا وغير مقتنع بهذا. ازمه الاعلانات لما ظهرت في التلفزيون المصري اعتقد كان الاساس فيها ثلاث حاجات رئيسيه. اول شيء ودي كان شيء يعني مستغرب شويه، ان قبل رمضان اللي فات بشهر او بشهرين الغي امتياز بتاع صوت القاهره في انها تتولى ملف الاعلانات. ده بالتاكيد عمل دروب شديد او عمل سقطه شديده في التعامل مع الوكالات وتم الاعلانيه. نقله للقطاع الاقتصادي، آه، وبالتالي ما لا كانش شك ان يعني ده مستعد او بالتاكيد ده عمل سقطه شديده في اداره الاعلانات على مستوى الاتحاد، لا سيما انها كانت قبل موسم رئيسي وهو شهر رمضان. يضاف الى كده الفتره اللي مرت بيها عده شهور ودي ما يلامش فيها حد، ده كانت طبيعه الفتره دي تغيرت فيها قيادات كثيره، الامور غير مستقره، الوكالات الاعلانيه ما بقاش واضح ليها هي تقترب من مين بالظبط، وهل هناك قرارات يمكن صدورها حاسمه في مجال الاعلانات ولا لا. دي عملت هزه. واخيرا المنتج الاعلاني، المنتج بتاعنا الاعلاني سواء كان في الدراما او في البرامج او الى اخره ما كانش على المستوى اللي نقدر نقول انه مشجع للاعلانات انها تقترب من التلفزيون المصري. ولذلك انا اعتقد ان مفتاحنا في هذا هو ان احنا نحدد تاني الشكل او المكان اللي يدير الاعلانات، زائد في نفس الوقت لازم نرتقي، وده تحدي رئيسي عندنا، نرتقي بالمنتج الاعلامي سواء في مجال البرامج او الدراما عشان نشجع تاني المعلنين ان هم يقتربوا مننا. طب يا فندم، بالنسبة يعني برضو البعض يتحدث عن وجود قوى مالية يعني هائلة غير معلومة المصدر بتتدفق الآن على ساحة القنوات الفضائية. هل القانون بيلزم يعني أصحاب هذه القنوات بالكشف عن مصادر التمويل؟ هم لما بيتقدموا لهيئة الاستثمار أو للمنطقة الحرة الإعلامية مطالبين بأن هم بيعرضوا الموازنات بتاعتهم وبيعرضوها بشكل سنوي، ولكن احيانا بتكون مصادر التمويل مش معروفه. انا اعتقد الحقيقه من الضروري ان يكون هناك اصلاح وشفافيه في الاعلان عن مصادر التمويل. طيب، ديون ماسبيرو حاليا وصلت لكام يا فندم؟ يعني حوالي تالي 16 مليار ديون. 16 مليار. 16. وطبعا بيضاف اليها كمان فايده سنويه 2 مليار. واعتقد ان في كمان يعني المصاريف اللي هي بتتمثل في المرتبات حوالي 2 مليار. يعني انفاق الحقيقه هائل. يعني مش عارفه حضرتك بتفكر ازاي انه يتم حل هذه المعضله؟ المشكله كبيره، المشكله مش صغيره، بس انا يهمني هنا اشيل النقطه ان الديون اللي هي 16 مليار هناك بعض وسائل الاعلام تناولت ده بان ده بيمثل اهدار للمال العام. حقيقه الامر ما هيش كده. الكلام ده يخص من هم قبلي ويخصني ايضا في فتره سابقه، ويخص اللي قبلي ايضا في فتره سابقه، لان دي متراكمه عبر سنوات. حقيقه الديون دي اتخلقت ازاي؟ اتحاد الاذاعه والتلفزيون يقدم ما يسمى بخدمه اعلاميه للدوله. الخدمه الاعلاميه للدوله ممكن تكون خاصه مثلا بحمله خاصه بانفلونزا الخنازير او انفلونزا الطيور، او شيء خاص بالصحه، او شيء خاص بالتعليم، او خاص بالزراعه. دي كلها اسمها خدمات اعلاميه مؤداه لاجهزه الدوله. احنا بنتكلف في هذه الخدمات سنويا 2.5 مليار تقريبا، 2.5 مليار. بنحصل من الدوله على حوالي 800 مليون جنيه، يعني تقريبا الثلث. اذا الباقي كله ده بيصبح عجز عندي. من هنا بستدين من بنك الاستثمار علشان اعوض هذا العجز، فبتتراكم هذه الديون. الديون الاكبر اللي بتعمل لنا قلق ما هياش هذا المبلغ، هي ديون خاصه بوكالات اجنبيه او اتحادات دوليه او مستشفيات. يمكن يعني يزيني جدا كوزير اعلام ان احد العاملين في اتحاد الاذاعه والتلفزيون يروح لمستشفى والمستشفى ترفض استقباله لان احنا ما سددناش الديون اللي علينا. دي بتألمني جدا الحقيقه.
وده واقع احنا عايشينه. يعني يا فندم، هل في يعني نية لدى الحكومة، يعني سمعنا أنه ممكن يتم إسقاط الديون عن ماسبيرو ده حتى موضوع ولو كبير، مثلا ده جزء؟ موضوع كبير ومطلوب له قوانين طبعا، مم. واتمنى ان مجلس الشعب القادم يتناول هذا الموضوع، لان ده مش بايدينا، ولازم يصدر له قانون وقرار جمهوري. يعني هي قصه كبيره لها ضوابط قانونيه عديده، ولكن الحقيقه في رغم الضائقه الماليه اللي احنا فيها، احنا الحكومه مش متاخره علينا في دعمنا في الفتره الحاليه، وملتزمه بدعمنا في الفتره الحاليه. ومش الحكومه بس، انا الحقيقه لا اخفي عليكي لما اقول ان ايضا القوات المسلحه بتعاوننا تمام. ماليا. تمام يا فندم. بالنسبة للإعلام الفضائي، يعني تبعيته لوزارة الاستثمار، مش تابع لوزارة الإعلام، وبالتالي هو وكأنه تحول إلى مجرد يعني عقود وتمويل وأموال، في حين أن البعض الآخر بيرى أن الإعلام هو حرية ومسؤولية اجتماعية. طبعا فحضرتك أيضا كيف تنظر لهذه هو ما تقدريش ان هو تابع بشكل مطلق لهيئه الاستثمار. هيئه الاستثمار معنيه تماما بانها تشجع الاستثمار، وده احد اهدافها بالتاكيد. فبيتقدم ليها اللي عايز يطلع بقناه فضائيه فبتمنحه الترخيص. الترخيص ده بيتضمن داخله ضوابط خاصه بنوعيه القناه والموضوعات اللي تشتغل فيها او الموضوعات اللي لا يجب انها تعمل فيها. المفروض دي علاقه تعاقديه ما بين هيئه الاستثمار او بمعنى اصح المنطقه الحره الاعلاميه وهذه القنوات. يجب انها تلتزم بيها. الحقيقه هذه القنوات الفضائيه لما بيحصل وبيحدث بعض التجاوز لهذا الالتزام، بيوجه لي اكثر من انذار من المنطقه الحره الاعلاميه، وبننظر بعد كده في الغاء هذا الترخيص او عدم الغائه حسب حجم التجاوز اللي تم. طيب يا فندم، برضو بخصوص هذه النقطة، البعض بيقول انه هناك بعض القنوات اللي بتحصل على تصريح على اساس ان هي قناة منوعات، وبعدين نفاجأ بان هي بتبث مواد دينية على مدار 24 ساعة. يعني مين اللي من حقه ان هو يقوم بمسألة التقييم لعمل هذه القناة وضبط المحتوى بما يتفق مع التصريح اللي هي واخداه؟ المنطقه الحره الاعلاميه لما بتديها ترخيص بينص الترخيص على نوع القناه دي ايه. هل هي قناه افلام، قناه غنائيه، قناه منوعات، قناه عامه؟ القناه العامه هي اللي ممكن يكون من حقها انها تتناول بعض البرامج السياسيه وتتناول بعض الموضوعات الاخباريه، انما قناه المنوعات لا يجوز لها هذا. لو حصل، المنطقه الحره الاعلاميه ايضا بتوجه لها الانذار لانها خرجت عن الخط وعن الخريطه، لانها بتقدم الخريطه بتاعتها، وبتنظر في امر الغاء هذا الترخيص لو استمر هذا التجاوز. طيب، يعني انا هثبت لحضرتك برضو مثال، يعني بخصوص هذا الموضوع، ان الازهر الشريف طلب وقف قناه بتبث من الولايات المتحده، من كاليفورنيا بصفه خاصه، اسمها قناه الكرمة. وهي يعني بتبث على من خلال، لا يعني هي بتبث مش من على النايل سات بتاعنا. بالتالي هل احنا لينا الحق في ان احنا يعني نقيم او نوقف بث قنوات لا تقوم بالبث من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات؟ هي ان كانت مش على القمر الصناعي المصري نايل سات هوقفها ازاي؟ هي اصلا مش على القمر المصري. الحقيقه الكلام اللي انت بتقوليه ده مهم جدا، لان احنا تعرضنا في الفتره الاخيره لبعض التساؤلات من بعض الساده الصحفيين، من بعض وسائل الاعلام، كيف يكون عندنا في النايل سات قنوات للرقص، كيف يكون في قنوات بتزدري الاديان، كيف يكون في قنوات بتدعو للسحر والشعوذه الى اخره من الحاجات دي. حقيقه الامر ان النايل سات ما عندوش اي قناه من هذه القنوات، ولكن واحنا شرحنا ده كثيرا، القنوات دي كلها بتطلع من موقع اسمه 7 درجة غرب. 7 درجة غرب في أقمار فرنسية زائد فيه النايل سات، فأي حد بيظبط التردد اللي معروف لديه بيوجه التردد ده على موقع 7 درجة غرب. فاللي موجود في 7 درجة غرب طلع النايل سات أو طلع القمر الفرنسي هيلتقط ما في داخل هذا القمر. فقناة زي قناة الكارما دي ما هياش على النايل سات على الإطلاق، ولكنها على قمر فرنسي. إيه الحل الأمثل لمعالجة هذه الأمور؟ زي ما حصل قبل كده، كانت احدى القنوات واجهت معارضه من فئه معينه من الناس، فراحوا مقدمين شكوى
للمجلس السمعي البصري الفرنسي، قالوا له ان هذه القنوات بتهاجمنا وبتدعو لكذا وبتدعو لكذا وبتدعو. بحث القضيه وبالفعل اصدر تعليماته المجلس السمعي الفرنسي بايقاف بس هذه القناه. فانا شايف ان ده الاقتراب الاصح. لما يكون في حد متضرر من الرساله الاعلاميه اللي موجوده على احدى القنوات، يتقدم بشكوى او يرفع دعوى قضائيه وتوجه عن طريق القنوات الشرعيه، وانا واثق ان هيتعاملوا معاها بجديه في المجلس السمعي البصري الفرنسي. ولكن اصل الموضوع هذه القنوات ليست على النايل سات. طب ما احنا كمان عايزين مجلس سمعي بصري مصري نشتكي ليه يعني. ما احنا كنا بنتكلم في بدايه حوارك عن وزاره الاعلام والغائها. قد يكون ده احد الكيانات البديله اللي ممكن تحل محل وزاره الاعلام. والكيان ده لو اتخلق عشان يتخلق قوي لازم تكون له الصلاحيات القانونيه اللي يعود بيها على اي تجاوز. ان ما كانش عنده هذه الصلاحيات القانونيه وهنفضل مستمرين في الاعتماد على مواثيق الشرف الاعلامي، مش هنتحرك خطوه للامام. طب يا فندم، ما احنا يعني لو افترضنا ان مساله الغاء وزاره الاعلام قد تستغرق سنه او سنتين او ثلاثه او اكثر مثلا، او حتى لا يتم الغائها خالص، ما نعرفش. مش من الصح انها نقول ان احنا ننتظر لغايه ما تلغى وزاره الاعلام، وده مش قرارنا. مش لا قرارنا يعني احنا اقصد كوزاره احنا هل اعلام. ممكن نعمل مجلس وطني لا، ما للاعلام انا هقول لك او هيئه ضابطه هقول لك مش من المناسب اطلاقا ان احنا نفكر في الغاء وزاره الاعلام، لان ده ايضا مش قرارنا، ده قرار اعلى مننا. انما من المناسب جدا ان احنا نبدا الدراسات، وهناك دراسات بالفعل موجوده. ومن الانسب ان يكون هناك كيان يتم خلقه بالفعل قبل ما نفكر في الغاء وزاره الاعلام، عشان ما يبقاش في ثغره في المنظومه الاعلاميه. طب يا فندم، وحتى برضه يتم انشاء هذه الهيئه الضابطه للمحتوى الاعلامي، ألا توجد يعني قوة في إيد وزارة الإعلام أو جهة ما تستطيع أن تضبط الإيقاع الإعلامي اللي احنا بنشوفه حاليا؟ يعني البعض بيسمي اللي بيحصل على الساحة الإعلامية المصرية إنه انفلات إعلامي قد يعني يتشابه مع الانفلات الأمني، أو قد يكون أخطر منه، لأنه الحقيقة بيؤثر في الفكر وفي الثقافة وفي سلوك الناس. طيب احنا لغايه كل ده ما يتكون، ايه اللي نقدر نعمله علشان احنا بنسعى وبنجتهد وبنحاول بالاتصال وبالمناقشه، ولا نملك اكثر من كده ان احنا نوضح وجهه نظرنا. انما حقيقه الامر لا توجد آلية بتظبط الأداء الإعلامي غير ميثاق اسمه ميثاق الشرف الإعلامي اللي اتعمل سنة 2200 وعملته جامعة الدول العربية. والحقيقة بنود ومواد هذا الميثاق مرشدة وجيدة جدا، والالتزام بها مفيد، ولكن عدم الالتزام بها ما بيترتبش عليه أي مشاكل قانونية. هو مجرد ميثاق، مجرد كلمة شرف. تمام. طيب هل يعني برضو بستفهم من حضرتك، هل هناك بعض القنوات تقدر ان هي تستخدم وحدات البث المباشر اللي هي الاس ان جي وتطلع على القمر الصناعي المصري دون الحصول على تراخيص من هيئة الاستثمار او ان هي تتحدث مثلا مع وزارة الاعلام؟ نعم، ده حصل بالفعل. وفي الفترة الأخيرة نعلم أن هناك مجموعة من وحدات الاس ان جي نزلت السوق، ونزلت السوق بشكل مبالغ حتى في تكلفة إيجارها. ولكن هنا الترخيص ما بيبقاش من هيئة الاستثمار زي ما تفضلتي. دي هتدي إشارة من داخل جمهورية مصر العربية. الوحيد اللي مالك الحق في هذه الإشارة هو اتحاد الإذاعة والتلفزيون بقوة القانون 13 اللي هو القانون المنشئ لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. فمن الطبيعي أن هذه الوحدات كان لازم تقترب طالما دخلت بشكل شرعي، بالرغم أن بعضها دخل بشكل غير مشروع، كان تقترب للحصول على موافقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون. احنا حاليا بنحاول نحصر هذه الوحدات اللي دخلت بشكل غير مشروع، وطبيعة الأحداث اللي احنا مرينا بيها بتسمح بهذه التسربات. فبنحاول نضبط هذا، لأن يجب أن هم يحصلوا على ترخيص وموافقة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون. لازالت هناك دعوات لتطهير الإعلام. كيف ترى كوزير للإعلام هذه الآلية تطهير الإعلام؟ أولا تطهيره من ومن أي شيء، وكيف يتم هذا التطهير؟ هو الحقيقة أي قيادة أمينة في أي موقع هي معنية بالدرجة الأولى بأنها
ترتقي بمكانها، مش عايز اقول لفظ التطهير، ترتقي بمكانها. اي قياده امينه لازم تبحث في كافه الملفات وتحاول انها تصوب مسار هذه الملفات. احنا عندنا لو قلنا ان احنا بنطهر، يعني عندي عنصر فساد عايز اطهر منه. الفساد ده ممكن يكون مالي، ممكن يكون اداري، ممكن يكون اعلامي. الفساد المالي بتحكمه القوانين واللوائح واجهزه رقابيه كثيره قادره على ضبط هذا الفساد المالي، فما بيبقاش ده المشكله الاساسيه. الفساد الاداري احد المشاكل الكبيره، ممكن تكون قياده موجوده في مكانها، القياده دي لا مباليه، غير مبدعه، غير كفء، غير امين في عمله، مش متواصل مع مرؤوسيه. ده فساد اداري يجب ان احنا نتخلص منه. من وجهه نظر انا اخطر انواع الفساد هو الفساد الاعلامي، لان اثره مش جوه المبنى بس، اثره ممتد للمشاهد في الخارج اللي انا بظلمه معايا. تمام. طيب المسؤوليه الاجتماعيه للاعلام يا فندم كيف تراها بالنسبه للاعلام الرسمي والاعلام الخاص؟ هو برضه هرجع تاني اقول ان انا الحقيقه ما بحبش قوي التفرقه بين الاعلام الرسمي والاعلام الخاص، كلاهما مصري وكلاهما عاشق لمصر، ولكن يمكن التناول الاعلامي بتاعه بيبقى مختلف من وقت الى اخر. بس بنشوف انه بيطغى الجانب التجاري على الخاص اكتر من الرسمي. ما هو من حقه ان هو يتربح ولازم يجتهد في الربح، ولكن بنتمنى ان هذا الربح ما يكونش على حساب الرساله او المسؤوليه الاجتماعيه اللي انت اتكلمتي عليها. المسؤوليه الاجتماعيه دي الاعلام بكل انواعه، مقروء، مسموع، مرئي، الكتروني، ده بيساهم في تشكيل الوجدان وبيساهم في تشكيل العقل وبيساهم في تشكيل المجتمع. الإعلام بكل وسائله بكل أنواعه، سواء كنا بنتكلم على الإعلانات نفسها، على برامج الطفل، برامج الشباب، برامج المرأة، برامج الرجل، الدراما، الأفلام، كل وسائل ما كانتش فيها رسالة إعلامية راقية ونظيفة وترتقي بوجدان وبعقل المشاهد، أنا بظلمه معايا وهيبعد عني وهيعزف عني، هيتجه إلى إعلام آخر يحقق رغباته، لأن احنا في النهاية مطالبين إن احنا نحافظ على القيم والأخلاقيات للمجتمع. طب يا فندم ازاي نعمل نوع من انواع التكامل ما بين الاعلام الرسمي والاعلام الخاص يصب في النهايه لمصلحه الوطن؟ يعني احنا النهارده الحقيقه بنمر بظروف ما هياش طبيعيه، يعني ظروف استثنائيه، واعتقد انه اذا ما كانش ال الاعلامي بصدد مراجعه ضميره الاخلاقي وضميره المهني ايضا، هنا المساله لابد من تدخل ما، سواء ده كان تابع للاعلام الرسمي او للاعلام الخاص، لانه احنا أو اعتقد برضو انه مش من المفترض ان احنا نترك حد يخرب في فكر وثقافه ووجدان شعب. ما هو احنا مش ناقصين، يعني احنا يكفينا المشاكل اللي موجوده على ارض الواقع، يكفينا ما يعانيه المواطن من اجل الحصول على لقمه العيش. هل احنا محتاجين كمان ان نترك من يخربوا الفكر والعقل؟ فكيف نستطيع ان نصل الى صيغه التكامل ما بين جناحي الاعلام في مصر؟ أنا يعني في موقف الحقيقة أتمنى فيه أن يتحقق هذا التكامل، ولكن الاقتراب لتحقيق التكامل ده بيبقى يعني له بعض الحساسيات. هناك البعض ممكن يتصور أن دي محاولات لفرض السيطرة أو محاولات للهيمنة، بينما حقيقة الأمر إن كان هناك صدق في النوايا فإحنا الاثنين هدفنا هو إعلاء مصلحة الوطن. طب وايه المشكله يا فندم ان يكون في محاولات للسيطره؟ لا، يعني هل ده مش من حق الدوله؟ لا، مش من حق وزير الإعلام أنه يسيطر على القنوات الخاصة. هو ممكن يتكامل معها، ممكن يتعاون معها، ممكن يكون في بينهم وبين بعض حوار، إنما هو ما يتبعنيش بشكل مباشر علشان أسيطر عليه. وبالتالي إن كنا اتفقنا جميعا على أن احنا نعلي مصلحة مصر، نعلي قضايا الاستقرار لهذا الوطن، وبالذات في هذه المرحلة الانتقالية، هدفنا أصبح واحد، كلنا بنحاول ان احنا نحيد الخلافات او نقللها بقدر الامكان، كلنا بنؤكد على حريه التعبير وعلى حريه الراي، ولكن ايضا في نفس الوقت كلنا بنقول ان مش من الضروري اطلاقا ان اختلفنا في طرق او في وسائل التعبير ان بالضروري ان هذه الخلافات تتحول الى عداوات. احنا لازم نصب في مصلحه واحده، مصلحه مصر. اتمنى انها تبقى هدفنا جميعا ويكون ده الخط اللي من اجله يجب ان احنا نتكامل. هل هناك محاذير داخل الإعلام الرسمي لا يجب الاقتراب منها؟ أنا ما حدش أعطاني على الإطلاق محاذير، ولا أنا في نيتي إن أنا أدي محاذير. المحظور الوحيد اللي أنا ممكن أتصوره هو أن أنا أحاول أضلل الشعب في أي قضية من القضايا. أنا مصمم على أن الشعب ياخد كل قضية بحرية مطلقة، ولكن بحيادية كاملة، ويكون فيها الرأي والرأي الآخر، والمواطن يحكم.
يعني ما فيش محاذير مثلا من توجيه نقد مثلا للحكومة، للمجلس العسكري، للقوات المسلحة؟ يعني هل احنا في يعني نستطيع ان نوجه نقد بحرية تامة لأي مؤسسة داخل الوطن؟ يمكن حرفيتك وتخصصك داخل قطاع الاخبار ما بيمكنكيش كتير انك تتفرجي على كل القنوات بتاعه التلفزيون. اللي انت بتقوليه ده محقق في بعض القنوات. انا يمكن بعد ساعات بتوقف عند حاجه ان انا بلاقي البعض متبني وجهه نظر واحده، ده اللي انا برفضه الحقيقه. لا، انا مطالب ان انا ادي الحقيقه كما هي، لا ابالغ فيها ولا اهون منها، اديها مجرده، ادي الراي والراي الاخر، ما بقاش بتبنى وجهه نظر واحده. هي دي الحقيقه اللي المفروض الشعب يشوفها، وده اللي انا بتمناه، وبدون قيود وبدون محاذير. مفيش تجريح، مفيش اهانه، في تناول موضوعي شريف شفاف لاي قضيه. ايه اللي يسئني في هذا؟ طيب يعني حضرتك إن كان هناك من توجيه فهو توجيه بالحيدة والموضوعية بالتأكيد. وبإظهار الرأي والرأي الآخر، ولكن يعني لا ننحاز لطرف عن طرف آخر، ولكن لا توجد محاذير أو خطوط حمراء في التناول. حضرتك سامح بحرية في الإعلام، الحريه المسؤوله المسؤول. اللي لا تتجاوز حريه الاخرين ولا تتعدى على الاخرين ولا توجه اي اتهامات بدون سند. احنا مش محكمه هنا، احنا اعلام بيعرض الحقيقه كما هي. طب يا فندم، يعني الحقيقه مبنى ماسبيرو في الفتره اللي فاتت شهد كتير من الاحتقانات. حضرتك شايف انت ممكن يعني هل هذا الاحتقان انتهى ولا لسه، وهل ما زال موجود، وايه صور وجوده، وازاي نقدر ان احنا يعني نجعل الجميع يعيش في سلام ووئام، وانه تكون النفوس هادئه؟ وهل حضرتك بتشوف انه مساله طبيعيه ان يكون موجود هذا الاحتقان داخل مبنى ماسبيرو يعني نتيجه ظروف ومعاناه ومعايشه لاوضاع معينه يعني شهد العاملون داخل هذا الجهاز الخطير؟ هو الاحتقان الحقيقه اللي احنا هنسميه احتقان اهل ماسبيرو. اهل ماسبيرو بامانه مطلقه، وانا موجود في وزاره الاعلام من اجل اهل ماسبيرو. اهل ماسبيرو دول عاشقين ومحبين لهذه البلد ومحترفين ومبدعين. يستحقوا مننا ان احنا نكون عادلين معهم، يستحقوا مننا ان احنا نحاول ان احنا نرتقي بيهم. هم بيمروا بحاله من الاحباط في البعض، مش عايز اقول الكل، البعض رغم كل العثرات اللي هم مروا بيها خلال الفتره الاخيره الحقيقه مبدعين ومحافظين على الشاشه بتاعتهم ومجتهدين وبيحاولوا يستعيدوا ثقه المشاهد ليهم مره اخرى، وانا واثق ان هم هينجحوا في هذا ان شاء الله. مشكلتهم الاساسيه من وجهه نظري انا العدل. العدل في كل شيء، زي ما قلت قبل كده، العدل في الوظيفه، العدل في المسؤوليه، العدل في الاجر، العدل في العائد، العدل في الفرصه، العدل في التعليم، العدل في التاهيل، العدل في المبادره. العدل هو اساس كل شيء بالنسبه لاهل ماسبيرو. هم مش عايز اقول ان الاحتقان ده وليد الثوره، لا، هم على مر سنوات عانوا كثيرا. البعض منهم تميز ماديا او اعلاميا، والبعض منهم يمكن مبدع بشكل اكبر ولم ياخذ نصيبه. بتمنى من ربنا انه يمكننا خلال الفتره الوجيزه دي ان نحاول نصوب مسار العدل بقدر الامكان، لان انا على يقين ان هم مش مشكلتهم ان هم عايزين يزودوا العائد المادي، انما عايز يتاكد ان هناك عداله في توزيع العائد المادي على الجميع، ما يكونش في حد مبالغ بشكل غير طبيعي فيما يحصل عليه من اجر، وحد تاني متراجع بشكل غير طبيعي فيما يحصل عليه. ده مش عدل. فهنحاول بقدر الامكان في حدود ظروفنا الماليه اللي انت تفضلتي بانك شرحتيها ان احنا نوام. انا بقول لهم بعض الصبر، وخلوا عندكم ثقه في الامل، ثقه في بكره، ثقه في نفسكم، لان انتم اللي خلقتوا كل ما يسمى باعلام خاص او اعلام غير خاص في اي مكان. انتم اللي بنيتوا الاعلام في المنطقه العربيه، وانتم اللي ابدعتم، وانتم اللي عملتوا الاعلاميين في كل مكان، وبامر الله بتكاتفنا مع بعض هنتجاوز هذه المرحله. طيب واضح ان حضرتك يعني الهدف الاساسي هو يعني لم الشمل واحتواء الجميع، والحقيقه ان ده فعلا يعني اسلوب او طريقه يعني رائعه وجميله للتقريب ما بين وجهات النظر المختلفه، سواء كانت
داخل الجهاز نفسه او حتى خارج. يعني حضرتك ما رفضتش مثلا منظومه الاعلام الخاص او قلت هو انا مش معني بيه او يعني لا يهمني، لا حضرتك قلت انه برضو انه من حق يعني هؤلاء الناس ان هم يبحثوا عن الربح طالما هم قايمين بصفه اساسيه لمساله تحقيق ربح وتجاره. ولكن حضرتك يعني اكدت على مساله ان هم يتمتعوا بالمسؤوليه الاجتماعيه وان هي شيء لا يجب ان احنا نغفل عنه سواء كنا اعلام رسمي او اعلام خاص. طيب اين اتضح حضرتك او ما كانت المعايير المهنيه؟ بمعنى كيف نحقق العداله للجميع وهناك من هو مثلا اكفأ من شخص اخر او من هو يجد ويعمل في صمت، هناك من يسبب مشاكل، هناك من يتمرد. يعني طب ازاي هنحقق العداله في ظل التفاوت؟ وده شيء يعني ده قانون الهي، ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا جميعا على درجات واحده، وبالتالي مش الكل يتمتع بنفس المؤهلات المهنيه اللي تديله يعني هذه الدرجه. طب دي هنعملها ازاي يا فندم؟ في عندنا قيادات. انا بتمنى ان القيادات تبقى ماشيه في نفس الخط. ولما نقول ان في عندنا فرص لشغل وظائف معينه او في برامج مطلوب ناس معينه تدور هذه البرامج وتشتغلها، او اي منتج اعلامي مطلوب عمله، ارجو ان يكون عندنا توفيق في اختيار الرجل المناسب للمهمه المناسبه، سواء كانت المهمه دي قياده او منتج اعلامي هيتم انتاجه او اي عمل ابداعي. احيانا كل ما بنتعمق في تواصلنا مع البشر هنكون قادرين على ان احنا نعرف الكفاءات المتميزه اللي يجب ان احنا نستفيد بيها. انت اتكلمت على نقطه في منتهى الاهميه ودي مشكله كبرى. هناك بعض الناس هي من بطبعها بتعشق العمل في صمت وبتبقى مبدعه جدا وبتبقى خلاقه جدا، بس مش منور حوالين نفسه جامد، فناس كتيره ممكن مش شاعره بيه. ارجو ان احنا نوفق في الوصول لمثل هؤلاء الناس، ولكن احنا هتواجهنا مشكله ايضا في هذا. للاسف احنا في جهاز حكومي، بيبقى من الصعب الى حد كبير ولكن مش دائما ان احنا نتجاوز بعض القيادات بحكم اقدميتها الوظيفيه ونحط قيادات اخرى اصغر منها سنا. هنحاول نوائم بقدر الامكان ان شاء الله بمسميات جديده علشان نقدر ندي فرص لهؤلاء الناس. انا الحقيقه مؤمن ان في ناس مبدعه كثيره جدا، وهنا الحقيقه انا بناشد كل القيادات بتاعه المبنى ان احنا نتواصل اكتر مع الناس، نعيش معاهم اكتر عشان نقدر نطلع على السطح المبدعين دول من الشباب. وانا واثق ان هناك كثيرين مبدعين نديهم الفرصه عشان ينطلقوا عشان نبني اعلام جديد. تمام يا فندم، واضح ان حضرتك يعني الحقيقه فاتح بابك وفاتح قلبك وفاتح دراعاتك لكل الموجودين. أنت لا تنوي إطلاقا تجاهل كفاءة من نوع معين، ولا تنوي إطلاقا التخلي عن قيادة معينة، ولا تنوي التخلي عن الشباب ولا عن الخبرات. يعني حضرتك واضح أنه مسألة الاحتواء هي الهدف الأول لحضرتك على المستوى الشخصي. طب على المستوى العام ايه المشروع القومي للاعلام اللي حضرتك حاطه في ذهنك وفي سبيل ان انت تحققه في الفتره اللي جايه، هدف استراتيجي للاعلام المصري؟ والله هو في مشروعات كثيره. انا بعتبر ان اهم شيء انا بفكر في الحقيقه هو موضوع عمليه اعاده الهيكله، وازاي انطلق او اعمل موائمه. انا مش عايز اقول انها بشكل مطلق، اعمل موائمه ما بين استمراري في تقديم الخدمه بحكم ان انا اعلام الشعب، وفي نفس الوقت اقدر اخرج بعض الكيانات من اتحاد الاذاعه والتلفزيون لتعمل بشكل خاص. الموضوع ده فيه مشاكل قانونيه ومشاكل خاصه بالاصول المملوكه لاتحاد الاذاعه والتلفزيون. اتمنى ان انا انجح في اقرب وقت ممكن ان انا اصل للتوفيق في حل هذه المعضله. عندي قريب جدا وربنا يوفقنا وننجح في هذا انطلاق قناه النيل للاخبار بشكل جديد ومن مكان جديد وباسلوب جديد. ارجو ان احنا نوفق في هذا. ايضا معنيين بدراسات هامه جدا لصالح تنظيم منظومه الاعلام على مستوى مصر. نفكر ايه هو الكيان البديل اللي ممكن يكون مكان وزاره الاعلام، او الكيان اللي يتزامن معها لفتره من الزمن تحت اي مسمى، سواء مجلس قومي للاعلام، مجلس وطني للاعلام، هيئه عليا او هيئه قوميه لتنظيم البث. دي من المشروعات اللي انا بعتبرها كبيره وبنفكر فيها.
طب يا فندم، يعني قبل ما اختم لقائي مع حضرتك، لم يتبقى الا ساعات قليله ويبدا عام ميلادي جديد. كل سنه وحضرتك طيب. ايه اللي بتتمناه للاعلام المصري وايه اللي بتتمناه لمصر بصفه عامه؟ هو أنا عندي عام جديد إن شاء الله مقسوم لمرحلتين. مرحلة أنا معني بيها جدا وبرجو من ربنا إن مصر تكون مستقرة وآمنة فيها، اللي هي المرحلة الانتقالية. ونشوف مجلس الشعب فاعل ومؤثر ويغير في شكل الحياة السياسية في مصر. يكون في دستور جديد ينتخب الشعب رئيسه في نهاية يونيو إن شاء الله. ودي المرحلة الأولى اللي بتمنى من ربنا إنها تتم بكل سلام وبشكل مشرف نفخر بيه جميعا كمصريين. الجزء الثاني بتمنى للحكومة الجديدة الأخرى وبتمنى للرئيس الجديد اللي أنا لا أعلم من هو كل التوفيق، لأن مصر عظيمة وتستحق رئيس عظيم، وربنا يوفق مصر يوفق شعبها لصالح مصر. ويا رب في خلال هذه الفترة يكون هدفنا جميعا ان احنا نعلي مصلحة مصر العليا فوق اي خلاف. بشكر وجود حضرتك معنا النهارده يا فندم، وسعيده جدا ان انا كنت مع حضرتك في هذا الحوار. بنبدا عام ميلادي جديد، اتمنى يا رب ان هو يكون عام سعيد على حضرتك وعلى اسره الاعلام ككل وعلى مصر الحبيبه، ونشوف مصر الثوره، مصر بعد 25 يناير. ومشاهدينا الكرام، يعني كنا في قراءه مع أوراق السيد وزير الإعلام الأستاذ أحمد أنيس. أيضا قرأنا وفتحنا على ما يحمل قلبه من أمنيات طيبة لكل العاملين داخل هذا الجهاز الخطير وهو جهاز ماسبيرو، وأيضا ما يحمله من أمنيات لمصر وبالتوفيق والسداد للمرحلة الانتقالية أن تتم على خير بإذن الله. نشكركم مشاهدينا الكرام، ونتمنى للجميع عام جديد سعيد بإذن الله. إلى اللقاء غدا بإذن الله مع اتجاهات. التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. محاكمة عاجلة للشاب المسيحي المتسبب في أحداث أسيوط بتهمة ازدراء الأديان تتصدر مطالب اجتماع قيادات أسيوط، والهدوء يسود قرى الأحداث. الجنزوري يلتقي وزير الخارجية السوداني، وملف مياه النيل ودعم التعاون الاقتصادي يتصدران المحادثات. وبعد الاتفاق على توحيد جهودها في مواجهة الأسد، المعارضة السورية تخشى من فشل مهمة البعثة العربية وانزلاق البلاد لحرب أهلية. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. بنهاية عام وبداية آخر جديد، ميركل تعرب عن تفاؤلها بتوحد القارة الأوروبية رغم ما تواجهه من أزمات. أما في أخبارنا الرياضية تتابعون: الحكم ينهي لقاء الأهلي مع ضيفه غزل المحلة بعد اقتحام جماهير المحلة لأرض الملعب. كل عام حضراتكم بخير بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. أخبار التاسعة بالتفصيل، نبدأها من أسيوط، حيث أعرب محافظها اللواء سيد البرعي عن أسفه تجاه الأحداث التي شهدتها المحافظة من فتنة طائفية
بسبب قيام طالب مسيحي بنشر صور مسيئة للإسلام على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تهدد كيان الدولة المصرية ومستقبل البلاد. جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللواء محمد إبراهيم محمد مدير أمن أسيوط ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وكبار عائلات قرى بهيج وسلام والعذر ومن أباد، للاتفاق على عدة مطالب من شأنها تهدئة الأوضاع ووأد الفتنة الطائفية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين. المطالب تضمنت محاكمة الشاب المسيحي الذي تسبب في هذه المشكلة بتهمة ازدراء الأديان محاكمة عاجلة، وأن يغادر هو وأسرته محافظة أسيوط نهائيا، وأن